بعد إعلان الفنانة غادة عبد الرازق طلاقها من مدير التصوير هيثم زنيتة، تكون بذلك قد أنهت زيجتها الثانية عشر بعد زواجها مع عامين ونصف أثناء تصويرها مسلسلها الشهير سلطانة المعز. وقبل هذه الزيجة كانت غادة عبد الرازق قد كشفت خلال تصريحات تلفزيونية عن مرورها بتجربة الزواج للمرة الحادية عشر، مؤكدة أن زوجها الأول كان من رجل الأعمال السعودي عادل الأزاز وهي في عمر 17 عاما، واستمر هذا الزواج أكثر من 7 سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة روتانا، ثم انفصلت عنه بسبب خلافات بينهما. أما الزواجة الثانية فكانت من رجل أعمال بورسعيدي، ولم يستمر هذا الزواج طويلا، حيث صرحت غادة بأنها قد طلبت وقتها الطلاق بسبب فارق السن بينهما، حيث كان يكبرها بسنوات كثيرة. بعدها تزوجت من المحامي حلمي سرحان في العام 2001 لينفصل قبل أن أقل من عام، وكانت الغيرة سبب هذا الطلاق كما أكد المقربون من غادة وقتها. ومن زيجات غادة أيضا استمرت فترة لا بأس بها زواجها من المنتج وليد التبعي، والذي أنتج لها خلال تلك الفترة فيلمين هما 90 دقيقة وأزمة شرف، وحدث الانفصال عام 2009 بعد خلافات كبيرة بينهم. كما تزوجت من الإعلام محمد فودة، وصرحت غادة في أحد اللقاءات بأن قصة حب كبيرة كانت تجمعهم، إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة. وفي عام 2017 أعلن خبر زواج غادة من المنتج محمد سعيد، لكنها نفت الخبر وأكدت أنها سوف تتزوج من رجل أعمال مصري، ورفضت الكشف عن هويته. وهذه الزيجة لم تستمر طويلا وانفصلت لتعلن بعدها زواجها من مخرج كبير رفض ذكر اسمه أيضا. كما انتشرت أخبار عن زواج غادة من المنتج الفني محمد بندق، لكنها نفت تلك الأخبار أيضا. وانفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتة في هدوء تم بعد خلافات بينهما، رافضة الإفصاح عنها لتكتب بهذا الانفصال نهاية الزيجة رقم 12 في حياتها الشخصية. إن أعجبك الفيديو برجاء الاشتراك في حساباتنا على السوشيال ميديا باسم خبر طازة، وتفعيل زر الجرس ليصلك كل إشعارات الأخبار الجديدة.